اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اوبل فيكتورا 2001 جايه فيها مشكله في الفتيس، كشفت عليها قبل كده، قلت للزبون لا لازم نغير فتيس عشان الفتيس اتكسر منه ومشي من غير زيت، فهنصرف عليه ثمنه. تمام. العربيه اهي، واحنا بنفور بقى لقينا ايه، واحد عامل قفله لسلك الارضي اللي رايح للفتيس، عامل قفله عليه اهو، عامل قفله من هنا لهنا اهو اهو. اذكر الله وصلى على النبي. ده الفتيس القديم طبعا اهو، الموتور بيجيب زيت من اوتسيلي كرانك اهو. وده الفتيس الاستيراد، جاي الفيشه مقطوعه من هنا، الفيش بتاعته كلها مقطعه اهي، الفيش كلها مقطعه زي كده. فاحنا هننقل بقى السيس سيلكتور اهو. طبعا بنلحم ده بقزير عشان منع للتفويت، ولو لاحظتوا هتلاقي كل سلك بعيد عن التاني عشان ما يلمسوش في بعض بعد ما يتلحموا. تمام. هنا اوتسيلي كرانك بيجيب زيت اهو اهو. هنحل طبعا ترس الفلوم عشان نغير لها اوتسيلي كرانك، والقاعده هنا بايظه يتغير لها قاعده، وهنركب الفتيس الاستيراد. اذكر الله وصلى على النبي. دعواتكم لنا بالتسهيل بامر الله. مع كل احترامي طبعا للصنايعي اللي كان شغال، مع كل احترامي للصنايعي اللي كان شغال، احنا لما جينا نحل الفتيس اولا لقينا 4 مسامير قربه مكان 6. بصوا الاربع مسامير قربه مكان 6 عاملين ايه في الفرغه وفي الكارتيره. تمام. الحاجه الثانيه ان هو مجبس الجوان ارانديد اهو، مجبسه كله ارانديد. طب حط يعني حط الأولسيل اصلي، ما تحطش أولسيل كوري ولا صيني، حط أولسيل اصلي فيكتور رينز الماني، واخد لي بالك اهو. حط واحد جي ام، لكن بالمنظر ده كده مع احترامي للصنايعي اللي كان شغال برضو، ربنا يصلح ما بين ايديه. قولوا لنا بقى رايكم يا جدعان في اللي احنا بنشوفه ده. بص اهو الزيت نازل اهو اهو. قولوا لنا رايكم بالله عليكم في اللي احنا بنشوفه في الشغل ده. اذكر الله وصلى على النبي.